مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بعاشر يوم من رمضان. اليوم طبختنا هي كبة، أو بالأحرى فطورنا هو كبة، وكبة بدون ماكينة بدي ساويها على إيدي. مثل ما شايفين مجهزة البرغل، كاسة ونص برغل حاطة لأنه لشخصين يعني، وبدي أحط لها بطاطا مسلوقة، وإضافة للبطاطا بصل مثل العادة وفلفل وملح. يعني ما بدي أضيف أكتر بهارات ولا أضيف أكتر مواد، مثلا حط سميد، حط ما بعرف في ناس بيحطوا طحين أو هبرة أو لا، بدون هي القصص كلها. بس هدول المواد يستعملون يعني جود بالموجود. هلا حطيت مي سخنة، مي عم تغلي، حطيت بدي نقعهم حتى يطروا. طبعا أنا بعرف إنه إذا بالماكينة بنحط لها بالبرغل مي باردة، بس كونه بدي أفركها على إيدي مي سخنة مشان يصير البرغل طري أكتر وأسرع. وهلأ بدي استعان بهي وأخلط البطاطا، يعني أطحن البطاطا، وبدي أطحن كمان البصلة بنفس محضرة الطعام، وكمان بدي أطحن البرغل، وبعدين بدي أفرك البرغل على إيدي. المهم طمنوني عنكم، كيف رمضان معكم؟ كمان سؤال إن شاء الله ما عم تتعبوا. الله يتقبل يا رب منكم ومنا صالح الأعمال، ويتقبل صيامكم صلاتكم يا رب. نحن والله بصراحة أنا واحدة من الناس والله كتير عم بتعب، بس الحمد لله الله يقدرنا يا رب ونكفي هالشهر على خير. وكونه يمكن لأنه في بكير ووقت طويل، صار عم يقدن عنا المغرب 8:15. هلا حطينا الملح، وبدي حطيت معلقة ونص ملح، طبعا ملح حسب الرغبة، بدي أحط فلفل. أنا بحب الأكل حاد، بس ابني ما بياكل الحاد، بتجعه معدته. هلا بدي أدعكها، بدي أفركها. انتو شايفين في شيء أصفر على البرغل، أنا حطيت لها برشة ليمونة تعطي نكهة طيبة. هلا هون خالصة، أنا هون كنت مجهزة اللحمة والبصلة وضايفت لها جوز، حاط لها جوز حسب الرغبة. هلا بدي أحط لها المي نشا مشان طري العجينة الكبة، يعني كل ما قرص القرص لك إيدي فيها. هلا حساوي قرص قدامكم، شايفين هيك بدعكها بالمي والنشا مشان تمسك اكتر. هلا هي ما بتطلع معي كتير يعني رقيقة، إلا ما تطلع شوي سميكة. شايفين بضل برقة برقة لحتى تفتح منيح، وبعدين بدي أحشيها. شايفين كيف طلعت؟ وهيك صارت جاهزة. شايفين كتير سهلة، ما بتاخد وقت. نسيت لكم أنا حاطة الحشوة كمان دبس برمان مشان تعطي يعني هيك طعمة حموضة، يعني شي بسيط، ما كترت. يعني كل واحد بيحط اللي بده إياه، يعني بيتفنن. شايفين هيك طلع الرز. هلا أنا وقفت الفيديو وكملت يعني الشغل على مهلي، وهيك طلعوا هاي الكمية. وهلا وصلنا للمرحلة الأخيرة إني بدي أقليهم. شايفين طلعوا كل قرص وأخوه، يعني كلهم بيشبهوا بعض الحمد لله. هيك صاروا جاهزين، ولا بدنا نشيلهم من الزيت. شايفين صار لونهم مثل الذهب أشقر. وهيك صارت جاهزة طبختنا لليوم والطبق. وهلأ بدنا نجهز طاولة السفرة ونبلش بالأكل، وصحة وهنا على قلبنا وقلبكم.